ماله الشراب يا عم؟ تعال بقى اما ارصلك الحدوته من اول قرايه الفاتحه لحد الشراب الغلبان ده اللي كلها جابت في سيرته. قرايه الفاتحه كانت في البسيط منه وسط دايره الاقارب والمعارف والناس اللي هتفرح لنا من قلبهم، خدنا الصورتين ولبسنا المحبس دوت ولا مش عارف اسمه ايه اللي هو بتاع قرايه الفاتحه وتوكلنا على الله. جت بقى فتره الخطوبه والمفروض ان الستاندرد دلوقتي بتاع البشر ان الشماريخ واصحابك جايين وراك تتار وهي واقفه في البلكونه ونظرات والجيران مترصصه. انا حسيت ان ده شو بهرجه كدابه وبعزقه فلوس ومنظره، ربنا يزيد كل من كان، ولو دي فرحتهم ربنا يفرحهم، ولو هو مش هيأثر معاهم ماديا انا ليا دماغي اللي كنت مسستم الدنيا عليها. جبنا دهبنا توكلنا على الله في نفس المكان اللي احنا فيه، انا وهي واخوها، بوكيه ورد لذيذ، يا بنت الحلال لبسيني الدبله، خد البسك انت الدبله، خدنا الصورتين، تعال يا ابن الحلال انت كمان خد سيلفي معانا للذكرى الطيبه. وكان وعد ما بيني وما بينها اول ما ربك ما هيكرم انا هعوضك عن كل الكلام دوت بس بحاجه تكون قيمه، اللي هو ايه؟ ايفون غلبان كويس لسه ماشيه بيه لحد دلوقتي وطمعانه ان انا اغيره لها. الخطوه اللي كانت بالنسبه لي دي بقى الطب والطموح اللي انا عايز اوصل لها، خطوه كتب الكتاب دي اللي هتكسر الحواجز وهتقرب المسافات وهتخليني انا كراجل عايش مبسوط. ليه؟ هتخليني اعرف انزل اخرج، هتخليني لو نازلين حتى نتفرج على حاجه بدل ما احنا معانا تالت هنبقى انا وهي بس، هتخليني حتى وانا معايا التالت دوت بدل ما كنت ببقى ماشي خايف وخلي بالك دوت خلي بالك تعالي كده طب مش عارف ايه، لا انا هقوم جايبها من قفاها اعدي بيها السكه، همسك ايديها وهتمشى بيها. فهكسر حاجات ياما قوي وهتشيل من على كتافي ضغوطات يمكن 90% من الجواز بالنسبه لي. حددنا كتب الكتاب وانا وعزه وجلاله الله داخل خطوه كتب الكتاب دي راس مالي حسن ظني بالله ومتاكد ان ربنا هيكرمني وهيرزقني، مع انه كان ضغط عليا ومصاريف وانا مزنوق اساسا في قصه تانية خالص في الشقه والتشطيب والبضاعه. حجزنا مكان عباره عن جنينه وقمت حاجز وقت قصير عشان كان في كذا عنصر بقى من الناشئين اللي هم اللي طالعين صغيرين، طب انت مش هتشغل مش عارف، طب انت مش هتشغل، طب انت مش عارف ايه. قلت لهم بصوا انا محدد فتره قد كده كاتب الكتاب والباقي تصوير عشان انا عارف ومتاكد انت ممكن ما تبقاش عايز تعمل حاجه وتلاقيها اتعملت، فانت حاول على قدر الامكان ان انت تظبط زمام الامور، ما تسيبش وقت لحد يطلع لك من النص تلاقيها رايح بفلاشه تك الدنيا اتقلبت. مأذون قعد كتبنا الكتاب اتوكلنا على الله، صورنا الصورتين، خدنا العربيه دنينا بيها شويه، توكل على الله يا عم، قمت واخد الزنبقه الحمراء بتاعتي زي ما هي بالفستان، دنا عندنا في المنطقه وقمنا لافين شويه والليله مشيت 10 على 10. ما داخلين بقى على الفرح، اشتغل بقى هنا ايه؟ اللت والعجن. زي ما قلت لك في عناصر صغيره كده بالنسبه لهم هم متسيستمين ان الفرحه يعني اغاني يعني تنطيط يعني دوشه يعني فساتين يعني حجز يعني سيشن يعني مش عارف الصبح يعني ميك اب ارتست يعني مش عارف ايه. قلت لهم وعزه وجلاله الله اني والعيال هنكسر لكم كل القواعد ديت ونحطم لكم الامال ان شاء الله. اليوم هيمشي زي ما انا وهي عايزين. طبعا انا مسستم انا وهي والجماعه والناس والدنيا ان احنا لا بتوع افراح ولا بتوع تنطيط ولا بتوع فرجة ناس، والحمد لله اليوم مشي زي ما كنت عايز وتوكلنا على الله على انطونيادوس. في بقى تفصيله هنا بقى اتضحك عليا فيها، عملت نفسي مفتح وداخل انا بقى من على الباب، معيش كاميرا انا مش هدفع فلوس. قال لي لا ما هو انت لابس عريس وهي لابسه عروسه هتدفعوا التذكره كامله. انا بقى ساعتها كنت لسه مجدد تليفوني على اساس ان انا اعمل بيه سيشن فاتلطيت فيهم وحسيت ساعتها باصعب ايرور ممكن يحصل لانسان. دخلنا خدنا الصورتين توكلنا على الله على الجامع، معايا 2 صحابي، واحد بدأها بالقرآن والتاني قال خطبة جميلة فيها وصايا ليا ووصايا ليها، واليوم لذيذ. الناس اللي كانت متجمعة كانت فرحانة وكانت مبسوطة، وانا كل اللي كان في دماغي ان انا ما ينفعش بعد ما ربنا كرمني ان انا اجمع الناس دي كلها بعد ما كان كل واحد كان هيبقى في مواله، في اللي كان هيبقى في شغله، في اللي كان هيبقى على القهوة، في اللي كان هيبقى مسافر، في اللي كان هيبقى في البيت، فجمعهم في مكان واحد عشان يعصوا ربنا واقعد اتفرج عليهم. فمش هشيل شيلتكم لان انا مش حمل شيلتي لوحدي. فايه رايك لما اجمعكم كلكم في بيت ربنا نبداها بفرض ربنا فتقعدوا تدعوا لي فيخلص اليوم لذيذ وبالشياكه، وانا مش مستني مدح من حد ولا مستني شكر من حد ولا مش مستني حد يعيب فيا ولا انا بتاع ان انا ارمي ودني بعد كده. كل اللي انا كنت عايزه ان انا ما اعصيش ربنا، ان انا افرح، ان انا استنى من ربنا مقابل اللي انا تغاضيت عنه ده كله، وبارك الله فيما رزق، عشان يجي الشراب يكسر كل القواعد ويقول لي انا اهو. يقول لي بص يا عم امير، في ناس بتصرف ملايين وبتتفق مع مصورين
وبتمنشن 3000 منشن للي رسم الحواجب، للي حدد الشفايف، للي حط العقد، للي حط الحلق، للي صفف الشعر، للي ركب الطرحه، للي ركب النيلز، للي لبست الهيلز، للي هيلبسني البدله، للي هيحط البروج. كل ده سعيا وراه ان الناس تتكلم عليهم ويبقوا ترند، حتى لو سلبي مش مشكله. المهم ان احنا بعد كده لقمه عيشنا تكون بدايتها من الفرح ده، حتى لو هنتاجر باهل بيتنا بعرضنا بشرفنا مش مهم، المهم الملمين. فبعد كده نبقى حديث المدينه. ويا سلام بقى لو كام قناه فضائيه تكلمنا فنحكي عن الرحله وعن التفاصيل وعن صراع الحياه، وكل واحد حسابه البنك تقل، فتيجي لحظه الانفصال، فتيجي لحظه الصدق، فانا اعترف ان كل ده كان سعيا وراء الترند، وهي تعترف ان كل ده كان سعيا وراء الريتش. فانا اقول له تصدق يا شراب كلامك فيه حكمه، ان سبحانك يا رب انا لا كان في دماغي كل القصه اللي معايا انا ما بلاقيش مقاسي في الجزم، مقاسي 39. الشراب ده تخين غير شراب البدله رفيع، هيمسك لي الحز اللي هنا بدل ما اتعور، فتلاقي رايق والدنيا جميله ولا شغلني. حتى الفيديو ذات نفسه معاه بقاله 7 شهور. فوسط هوجة الافراح اللي هي لما بتفرج عليها ما بتعجبنيش، فقلت يمكن في حد زيي يحب ده. فكل اللي حابب اقوله لك، من اول ما تشوف بنت الحلال لحد ما تبقى مراتك، لو عملت حاجه حرام هتتخصم من رصيد الحلال. من اول ما بقت مراتك بقت عرضك وشرفك، ما تتاجرش بيها. لما ربنا يكرمك ويديك فلوس، الشكر مش بانك تعصيه، الشكر بانك تقول له يا رب انت عطيتني وقادر ان انا اعمل ده، بس مش هعمله عشانك يا رب. واخيرا اوعى تغرك المظاهر الكدابه، اوعى تغرك المشاعر المزيفه، اوعى يغرك العياط واللهفه والدموع، اوعى تغرك فيديوهات الكابلز. حياه السوشيال ميديا كلها مزيفه بالنسبه للحب والرومانسيه واللفلفه والكلام ده. هو اي فيديو بيطلع قدامك او قدامك لاتنين كابلز مورينك ان الحياه وردي وما فيهاش مشاكل، بل فيها عربيات وفيها بوكيه ورد وفيها هدايا وفيها ايفونات وفيها وفيها وفيها، المشهد ده مكتوب له سكريبت بيتعاد 1000 مرة لحد ما يطلع بصورة كويسة. انت بتاخد بس النتيجة النهائية. مفيش حد خسران غيرك وغيرك، بتتبطروا على عيشتكم، بتحسوا ان انتوا تستحقوا اكتر من اللي انتوا عايشينه، وفي الاخر حياتكم انتوا المستورة جوه 4 حيطان احسن مليون مرة من جوازة مفضوحة اخرتها مشاكل وبيوت بتتخرب واهالي بتمسك في بعض، وانت اللي بايدك تختار